عزيزي أنس الدمشقي، طورنا شوي بالباكج، يعني شوف منافسينك شو عم يعملوا. يا صباح الخير، هيك يوم شتوي مميز وصباح رايق، بده فطور يكون حلو، فمشان هيك جبنا تشكيلة حلوة نفطر سوا أنا وياكم. تعالوا نشوف. أول واحد وصل معنا أنس الدمشقي، 32 دقيقة كان الأوردر عنا. طبعا أنس الدمشقي حاططهم طبقين، نحن طلبنا وحدة زعتر، وحدة سبانخ، وحدة محمرة موزاريلا، أكثر 3 فطاير أنا بحبهم على الصبح بصراحة للفطور. حجم القرص نوعا ما مقبول، حشوته جيدة، استوى القرص حلو على فكرة، يعني ماله محروق، فهي شغلة جيدة. بس الضرب على الذوق، خلونا ندوق ونشوف. بسم الله. الزعتر الطعم جيد جدا، والقرص ممتاز، الطعم حلو، الفطيرة سلسة. خلونا ندوق باقي الاوردر لحتى نحكم. هيك فطور ما بيحلى الا مع كاسة شاي. سبانخ كتير حلو. طعمة الرمان فيها ظاهرة وطعمة الجوز، فهي شغلة كتير حلوة. أنا منقوشتي المفضلة هي المحمرة بأشقوان، يعني إذا ما بتطلع ظريفة هلا يا لطيف. أنس الدمشقي داخل بقوة جدا على الفيديو، الله يستر لنشوف الجايين قد يكملوا معنا الفيديو ولا لا. ثاني واحد وصل معنا هو بروكار، وصل ب 36 دقيقة، وقت توصيله حلو. باكجينج بصراحة مميز، شنطة قماش، علبة، فالموضوع مغري. لنفتح ونشوف. تصفيتهم حلوة، ديزاين حلو، بس الضرب على الطعم هو الأساس. حنبتدي أول شيء بالزعتر مثل ما ابتدينا مع أنس الدمشقي. مبدئيا القرص متحمر شوي زيادة، ناشف، كان عند أنس الدمشقي أطرى، بس الضرب على الطعم. لنفتح ونشوف. طعمة الزعتر قوية، بس إلى حد ما أنس الدمشقي أفضل شوي كبداية. يعني السبانخ كتير حجوتها طرية مثل الكيك طالعة، الموضوع مغري إنه نحن نفتح ونجرب. يا رب، طرية جدا، يعني عكس الزعتر، الزعتر ناشفة، حشوة حلوة. سبانخ جيدة جدا، طعمتها جيدة، بدها شوية تعديلات. هلا بدنا نفوت على الصنف المفضل اللي أنا بصراحة بطلب كل أوردر المعجنات كرماله. طرية جدا، جيدة نوعا ما. طعمة الجبنة كتير جيدة، بس طعمة المحمرة عادية بصراحة. المخبز اللبناني وصل ب 39 دقيقة، باكج بحمسك انك انت تفتح وتشوف شو في جواته. بدنا نعيش ب3 علب، بدنا نفتح ونشوف اخواتي. علبة محترمة جدا. المخبز اللبناني احلى شغله انه حاطط كل منقوشه لوحدها. شكل منقوشه الزعتر هي مفتوحه اخذه حقها 100%، بس كمان الضرب على الطعم. تعالوا ندوق ونشوف. حلاوته انه مقطع لي اياها 4 رباع، فبناخذ ربع وبنشوف. بسم الله. عجينة المخبز اللبناني كتير عجبتني، رقيقة وناعمة ومتسوية على مهله، بس طعمة الزعتر وسط. صراحة محتاجين يشتغلوا عليها أكتر شوي. صراحة السبانخ ما كتير مشجعة لأنه محروقة من برا، مثل ما لكم شايفين العجينة ناشفة، عكس الزعتر اللي كانت عجينتها طرية. بس لنفتح ونشوف. الشكل الخارجي ما شجعني كتير على السبانخ، لكن الطعم لما دقته الطعم كتير ممتاز بصراحة. لنجرب اللي بعده ونحكم. صراحة منظرها مشوق جدا انه نحن نجرب. لنسحب سلايز ونجرب بدون اي مقدمات. 100% ممتازة جدا، حشوتها جيدة، استواءها جيد. بصراحة هي انجح وحدة معه للمخبز اللبناني، هي المحمرة بموزاريلا. ملخص تجربتنا يا شباب اليوم، اللي كسب معنا هو انس الدمشقي بصراحة، وكسب بدون منافس. طعمه حلو، وقت التوصيل سريع جدا، حتى الاكل جربنا اكلناه هلا بعد ساعة كاملة من التصوير مثل ما هو. على فكرة العجينة رقيقة وما نشفت. عزيزي انس الدمشقي، طورنا شوي بالباكج، والله كنت متمني احتفظ بالباكج تبعك. يعني شوف منافسينك شو عم يعملوا. انت الباكج تبعك كلاسيك من 10 سنين، هو شوية تطوير لو سمحت. بروكار كان الباكج تبعه احلى، مميز اكثر. المطعم اللبناني عنده فكرة حلوة انه حاطط كل منقوشة لوحدها، بس اليوم انا اللي بيهمني يا شباب هو الاكل، كواليتي الاكل، جودة الاكل. فأنس الدمشقي هو اللي بيكسب. مطعم بروكار، ليش 37 جنيه ديليفري و14% ضريبة وانت جنبي ب 100 متر؟ ليش اخي؟ والمخبز اللبناني صار الاوردر تبعه يعتبر الضعف. المخبز اللبناني 224 جنيه ونص، ليش سعرك غالي مقارنة بين الناس الثانية؟ اغلب 100 جنيه من غيرك، ليش حبيبي؟ فانا كنصيحة هو انس الدمشقي
بوم. هي كانت تجربتنا اليوم اخواتي، بنشوفكم ان شاء الله بتجربه جديده. سلام.